السلام عليكم فانيلياتي، يا رب دايما تكونوا بألف صحة وبألف خير. كوكيز القهوة لعشاق القهوة، حاجة كده ما شاء الله بتدوب في البق وفي نفس الوقت مليانة ريحة قهوة بشكل في منتهى الجمال. شوكولاتة مع كاكاو مع قهوة، فالكومبيتيشن فظيع. تعالوا بينا على طول نشوف المقادير ايه. قبل بس ما نبتدي بفكرك باللايك وبالشير عشان يوصلك كل جديد. اول حاجه معايا هنا 415 جرام من الدقيق المنخول. انا بستخدم دوبيلا في كل النواعم. كمان معايا 120 جرام سكر بودره، بيضه واحده وعليها فانيليا، 25 جرام من الكاكاو الاسباني، 11 جرام من الكافيه اللي هو مصر كافيه، 4 جرام بيكنج باودر، 180 جرام من الزبدة الباردة، 60 جرام من الزيت النباتي، وكمان 130 جرام من الشوكولاتة. أنا بستخدم مصر كافيه عشان المقاطعة طبعا. بحط هنا بقى عندي الزبدة مع السكر، بفورهم في العجان لغاية لما يدوبوا وكمان لونهم يفتح ويبقوا زي ما انتوا شايفين كده. كل شوية هنزل الحواف اللي على العجان، وهنزل كمان الزيت، 60 جرام زيت نباتي هبتدي أنزلهم. هحس إن القوام بقى صايص شوية، هقلب الحواف اللي على العجان لغايه لما تبقى بالشكل ده، وافورها حلوه قوي قوي قوي، لونها هيفتح ويبقى اوف وايت بالشكل ده. انزل عليها بالبيضه والفانيليا، افورهم مع بعض حلوه قوي. وبعدين بقى نشوف القهوه بتاعتنا، 11 جرام قهوه عليهم معلقتين كبار من الميه السخنه، ادوبهم كويس جدا 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 لغايه لما يبقوا بالشكل ده. انزل بيهم على الزبده والبيضه اللي انا اشتغلت عليها، انزل بيهم على الزبده والسكر والبيض بعد ما فاروا بالشكل ده. انزل عليهم بقى بعد كده بالكاكاو، طبعا من خلال مصفى عشان اي تكتلات ما تقرفنيش، وكمان انزل عليهم بالبيكنج باودر وكمان بالدقيق. كل الحاجات دي بنزل بيها منخوله علشان تديني يعني ايه تكستشر كده وقوام 10/10، والبسكوت ما يبقاش مرطب ويبقى قمر. ابتدي بقى ان انا اقلبهم، مش محتاجه يعني عجان قوي، خلاص هعملهم كده بايدي واشوف القوام. لقيت القوام مناسب تمام، مش مناسب اضيف له كمان 15 جرام من الدقيق، عشان انا عايزه العجينه عندي تبقى طريه بس مش ملزقه، لازم تبقى نظيفه في ايدي زي السابليه كده. تمام. ناخد بقى قطعه حلوه كده واسمغها بين ايديا واعملها على شكل اسطوانه كده، وبعدين اظبط كده اطرافها بحيث تبقى شبه الكبسوله الصغننه، واحطها فين؟ احطها عندي في الصاج. بعمل القطعه على 12 جرام. تقدري توزني وتقدري في الاخر تعرفي بعينك الوزن، وبعدين يا دوب كده بطرف سكينه او سباتيولا تعملي خط في النص كده بيها، بس ما بتنزليش لاخر البسكوته، بس يا دوب خط صغير كده. هو بيفتح شويه في الفرن، بدخله الفرن على درجه حراره 180، بيقعد حوالي تلت ساعه. لما يلون معايا من تحت بعرف ان هو بقى تمام وخد لون وشكل جميل، حتى الفتحه دي بتفتح شويه كده تديني شكل حبايه القهوه القمر. طبعا ما شاء الله زي الفل. لو الدنيا حر دخليه شويه تلاجة يعني ربع ساعه، لو مش حر دخلي الفرن على طول. انا بالنسبه لي الدنيا كانت حر، دخلته التلاجة شويه ربع ساعه وبعدين دخلته الفرن. ما شاء الله طالع زي القمر. زي ما قلت لك الفتحه بتفتح شويه لكن مش اوفر. انا بقى بعمل ايه؟ بجيب ال 130 جرام من الشوكولاته، احط عليهم 4 جرام من القهوه سريعه الذوبان، واقلب كويس كويس عشان خاطر اخد كمان نكهه قهوه في الشوكولاته نفسها بتاعه التغميس. معايا 130 جرام من الشوكولاته بالحليب، عليهم 20 جرام من الزيت. الكميه دي كانت كفايه ان انا بغطس نص البسكوته كده واسيبها. تقدري تحطي مكسرات، تقدري تحطي ورق دهب، تقدري تحطي جوز هند، تقدري تحطي اللي انت عايزاه، لكن انا حابه اسيبها بالشكل الكلاسيك بتاع بسكوت القهوه اللي هو القمر ده، علشان كمان التسعير يبقى ظابط معايا وما يبقاش فيه سعر اوفر ولا حاجه. بصي بقى من النص شكلها زي القمر وقمر جدا جدا. تعالي بقى اما اقول لك الكميه دي طلعت معايا قد ايه. الكميه دي طلعت معايا 900 جرام، يعني لو هنقول على حساب الكيلو هيتكلف معاكي 155 جنيه. لو انت بتشتغلي بزبده فرن البيع هيبقى ب 255 جنيه، ولو بتشتغلي بزبدة مخلطة هيبقى البيع على 280 جنيه، ولو انت شغالة بنيوزيلندي فونتيرا يعني حاجة كده محترمة يبقى هتبيع الكيلو على 330 جنيه. اوعي تنسي ان احنا مقاطعين وهنفضل مقاطعين، واللي ساب المقاطعة يرجع لها تاني، واللي ساب الدعاء احنا في ال10 الأواخر. ما تنسوش اخواتكم. ربنا يحسن ما بين ايديكم، صباحكم زي الفل ان شاء الله.